اهلا بيكم. شفت فيديو بيقول ان احنا لو عملنا ايدينا بالشكل ده بعدد متكرر ده بيحسن صحة الشعر وبيقوي الشعر وبيخليه حالته احسن. تعالوا نشوف طاقة الموضوع ده ايه. فتعالوا نجرب مع بعض كده واقول لكم هنحس بايه. فانا عملت الحركة بالفعل فحسيت انها بتعمل فلو او سريان للطاقة في منطقة شاكرا التاج او الكراون شاكرا. طبيعي لو حسن سريان للطاقة في المنطقة دي هيحسن من صحة الشعر في حالة لو مشاكل الشعر تتعلق بالدورة الدموية، يعني هو هيحسن الدورة الطاقية. فلو الشعر مش واصل له طاقة بشكل كافي لما هتوصل له حالته هتتحسن. لكن الموضوع ده محتاج يتعمل شوية بحذر. والشعر برضو مش متعلق بدورة طاقية أو دورة دموية بس، لا ده ليه حاجات تانية كتير بتأثر فيه. فلو أنا عندي مشكلة في وصول الطاقة للشعر الحركة دي فعلا هتحلها. طب لو انا هي دي مشكلتي فعلا وحلتها لي، ايه اللي المفروض اخلي بالي منه؟ لاني هفضل اعمل كده وادي طاقه ادي طاقه لحد ما يحصل ايه. فخليني منتبهه ان انا بعمل هذه الحركه او بعمل هذا التمرين بنيه ان الطاقه توصل لشعري اللي محتاجها فقط. والطاقه توصل لشعري لانها ممكن توصل للكراون شاكرا او منطقه شاكرا التاج فتبقى عندي الكراون شاكرا قد كده فيعمل لي مشاكل كبيره. انا عايزه اتزان. فهعمل الحركه دي بنيتي ان الطاقه توصل لشعري. طب الطاقة بقت زايدة، يعني شعري مش محتاج كل الطاقة، أنا طول النهار ماشي، هو الفيديو بيقول طول ما أنت قاعد افضل اعمل كده. أنا طول ما أنا قاعد أعمل كده هيدي طاقة زايدة جدا للمنطقة دي وده ممكن أكون مش محتاجه. فهعمل الحركة لأنها فعلا مفيدة لكني هعملها بوعي. يعني هقول نيتي كده وأنا قاعدة هعمل الحركة دي أقول إن الطاقة توصل لشعري. طب أي طاقة زايدة تتوزع في جسمي بالتساوي. فأنا كده يبقى شعري استفاد ووصلته الطاقة دي وباقي جسمي استفاد لو في طاقة زايدة، يعني ما تأذينيش لو في طاقة زايدة ما تعمليش خلل أو ما تعمليش مشكلة. لا أستفيد منها بقى في أي جزء في جسمي محتاجها. يعني يا إما أقول توصل بالتساوي لباقي جسمي يا توصل لأي جزء في جسمي محتاجها. تعالوا بقى نستمر على التمرين ده، يعني انا هجربه برضو مثلا شهرين كده واشوف هل هيفرق في شعري ولا لا، وانتوا كمان قولوا لي لو مشيتوا عليه هيحصل ايه.